اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالي كتير ما سجلتش معاكم بصوت، وحشتوني جدا. يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين فيديو خفيف برضو بسيط. هنعمل النهارده في الفيديو فراخ مسلوقه كده بطريقه حلوه وجديده عشان نعمل شوربه حلوه منها. وهنعمل ملوخيه ورز. هنجيب طبعا الفراخ. طبعا اول حاجه نغسلها كويس جدا ونحط فيها ملح وفلفل اسود زي ما احنا متعودين، ونغسلها كويس جدا. وبعد ما نحط بقى فلفل وملح، فلفل اسود وملح، هنحط عليها بهارات كده عشان هنحمرها قبل ما نسلقها. هننزل بيها كده في حله كبيره فيها سمنه او زبده، ونحمرها على جميع الجوانب الاول بالمنظر ده. تحمر كده على جميع النواحي. طبعا التحميره اللي احنا بنديها لها دي قبل ما ننزل بالميه بتفرق جدا في طعم الفراخ. هنعملها كده على جميع النواحي، وهنحط معاها قرنفل وطماطمايه وبصلايه مقطعه صغير. هتشوفوا دلوقتي طبعا التحميره دي هتعمل ايه في شكل الشوربه، هتخليها تحفه جدا. متنسوش يا جماعه شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان القناه تكبر. ولو ليكوا اي كومنتات او اي تعليقات يا ريت تكتبوها لنا تحت في الكومنتات. بعد كده اما اتحمرت طبعا من جميع النواحي كده هننزل عليها بميه سخنه، لازم تكون ميه سخنه مغليه في الكتل، ونسيبها بقى تغلي. لازم احنا بسلق الفرخه على تبقى نار هاديه، ما ينفعش اكون معليه النار قوي عشان خاطر ما يعني النار الهاديه في الشوربه عموما بتخلي الشوربه حلوه جدا. بصوا الشوربه شكلها عامل ازاي، ولسه اصلا الفراخ ما غلتش. بيبقى لونها تحفه جدا، وبتبقى صافيه جدا وبيبقى جميله، لان احنا متبلين الفرخه كويس وغسلينها كويس وعصرين عليها ليمونه كمان. كده خلاص هنسيبها بقى تستوي براحتها. بصوا الشكل، هي متحمره اساسا وهي في الشوربه، يعني احنا لسه هنحمرها تاني طبعا، بس انا قصدي ان هي بصي شكلها تحس ان هي متحمر لوحدها من غير ما تنزل في السمن لسه. بعد كده دي طلعناها طبعا من الشوربه، استوت وحمرناها في سمنه بلدي. كده ده شكلها النهائي بعد ما خلصت. كان شكلها جميل جدا وكان طعمها تحفه، بالف هنا وشفا يا رب. ومستويه كويس جدا وجميله. بعد كده بقى هنعمل رز بلسان عصفور، بيبقى طعمه كمان احلى كمان من ابو شعريه. هنجيب بقى نفس الخطوات بالظبط، سمنه بلدي وعليهم نقطه زيت، وهنحط لسان عصفور الكميه اللي احنا عايزينها يتحمر، نديله سنه تحميره زياده عشان لما ينزل عليه الرز ما يفتحش تاني. وبعد كده ننزل عليه بالرز الكميه برضو اللي احنا عايزينها، ونحط على الرز، انا بحب احط على الرز ملح وفلفل اسود، حاجه بسيطه يعني. وطبعا ما بحبش اسقي الرز باي شوربه، لازم يبقى ميه بس ورز كده عشان بيبقى طعمه كده احلى مما بيسقي بالشوربه. وننزل عليه طبعا بالرز المغسول ومتنضف كويس، برضو مغسول كويس. وادي لون لسان عصفور بعد ما يتحمر، بيبقى عايزين اللون ده كده. هوريكم كمان بعد ما يستوي هيبقى شكله عامل ازاي، بس بالمنظر ده. خلاص كده حمرناه كويس. بعد كده هننزل عليه بالميه اللي هي برضو فوق الرز بحاجه بسيطه خالص، لغايه ما ونقفل عليه كويس. بس يا ريت الرز يسقي ميه مغليه، تكون ميه برضو من الكاتل المغليه. كده الرز خلاص داخل في السوا، هوريكم برضو بعد ما يستوي. كده الرز خلاص استوى، كان مفلفل وكان طعمه جميل جدا. يا ريت تجربوا الرز اللي بلسان عصفور ده، هيعجبكم. بعد كده هنجيب بقى الملوخيه دي انا كنت مخزناها معاكم وكنت قريتها على القناه، يا ريت تعملوها تجربوها. نجيب الملوخيه تبقى لسه جامده من الفريزر ونحطها في الكب على طول. وادي الشوربه بتاعه الفراخ، بصوا يا جماعه شكلها حلو ازاي وطعمها جميل جدا من غير اي حاجه. هنجيب طبعا الملوخيه اللي احنا عملناها في الكبه، لازم تطلع من الفريزر على الكبه على الشوربه سخنه على طول، بتبقى شكلها كانها لسه معمول حالا ولسه عاملاها طازه فريش يعني. وتحطها في الشوربه على طول الكميه بقى اللي احنا عايزينها، تبقى بالمنظر ده. بس كده خلاص نقطعها برضو، نخلي كبه تفرمها كويس. يا ريت يا جماعه تجربوا طريقه الملوخيه دي. هقول لكم طريقتها.
واحنا بنعمل كده التقليه الاول بتاعت الملوخيه بتبقى توم وهريسه شطه وسمنه بلدي بس كده. الملوخيه بنجيبها بنغسلها كويس جدا وبنشفها، لازم تبقى ناشفه جدا، ونحطها في اكياس على قد الطبخه ونحطها في الفريزر بس كده. وقت ما نعوز نطلعها على الكب على طول وعلى الشوربه السخنه على طول. وطبعا بنحط على التقليه دي كزبره لازم. طبعا بنتبل بقى الملوخيه بملح نظبط الشوربه، يعني لو هي ناقصه ملح او ناقصه حاجه، بس هي تقريبا بتبقى مظبوطه لان احنا مظبطين توابل الفرخه يعني بالمنظر ده. وبعد كده لما تخش بقى في تحمير التقليه ننزل عليها بالملوخيه، ويبقى كده خلاص الاكل معانا خلص النهارده. يا رب يكون الفيديو خفيف وسهل عليكم وكان عجبكم. يا ريت تكتبوا لنا تعليقاتكم في الكومنتات تحت. ما تنسوش يا جماعه ذكر الله طول اليوم والاوقات الفاضيه طول اليوم في الفيديو. بس كده ده شكل الملوخيه. وبس كده الفيديو يكون معانا خلص. مع السلامه. وده بقى هنغري دلوقتي الشكل، يبقى ده الشكل النهائي للاكل. ويا رب يكون عجبكم. متنسوش تعليقاتكم، يا ريت تقولوا لنا تعليقاتكم وكومنتاتكم على اي فيديو بنعمله. بس كده. مع السلامه.